السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في كل مكان. أولا أقدم الشكر الجزيل لكل المشاركين، لكل المهتمين، لكل المتابعين حول إيصال همومكم ومشاكل وقضايا المغتربين. هذا الاهتمام وهذا التفاعل يأتي من معاناة، يأتي من مشاكل، يأتي من هموم، فلهذا علينا أن نستمر لإيصال همومكم ومشاكلكم إلى قيادة الدولة، إلى الأشقاء في المملكة. الآن نحن في صدد إن شاء الله إعداد تقرير شامل يذكر فيه كل المشاكل والصعاب التي تواجه العمالة اليمنية، وما هي الحلول والمعالجات التي ممكن أن تخفف من معاناة ومشاكل العمالة اليمنية في الخارج، بالذات في المملكة. أنا أتمنى من الجميع ويعذروني أني لا أرد على بعض الرسائل في الماسنجر وفي التعليقات، لأنه كثير من الرسائل، المئات والآلاف من الرسائل، ولكني أخذت بعض الرسائل التي استفدت منها في بعض الحلول والمعالجات لهذه القضايا. نحن نبذل بالأسباب ونأخذ بالأسباب ونقدم إلى من هم المسؤولين، إلى قياداتنا المسؤولين، إلى مجلس القيادة الرئاسي، إلى رئيس الوزراء، إلى وزيرة الخارجية والمغتربين، إلى السفير في الرياض، كما اتفقنا مع السفير أنه سنقدم هذه الحلول والمعالجات والمقترحات، وينظروا إليها ويجلسوا مع الأشقاء خلال هذه الفترة القادمة للنظر في معاناة العمالة اليمنية. لماذا نحن مهتمين بالعمالة اليمنية؟ لأن وضع العمالة اليمنية في أسوأ الحال. لماذا نحن مهتمين؟ لأن وضع اليمن في وضع كارثي، وضع اليمن في حرب. هذه الحرب المستمرة أثرت على الوضع المعيشي والاقتصادي والخدمي على الملايين اليمنيين. المغترب الركيزة الوحيدة لتحسين وضع الأسر الداخلية في المعيشة لدى المئات والآلاف وعشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر في الداخل. فإذا تضرر هذا المغترب في ظل هذا الوضع الكارثي والحرب المستمرة، الآن عدنا إلى المربع الأول، يعني الوضع أسوأ وستعود المعاناة أكثر. فلهذا هذا المغترب يعتبر الركيزة الأساسية والرافد الوحيد لتحسين الوضع المعيشي لكثير من الأسر داخل البلد. أنا قلت عدة مرات هناك بعض المغتربين يعولون الأسرتين والثلاث والأربع، فلهذا علينا أن نهتم بهذا الجانب لأنه ملف حيوي وهام. وإن شاء الله فور انتهاءنا من التقرير إن شاء الله نوافيكم بإذن الله، وسنوصل هذا التقرير للحلول والمعالجات إلى القيادات الدولة، ويتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، مسؤوليتهم الوطنية تجاه